السلام عليكم اخوان، كنتمنى كلشي يكون مزيان وبخير. يمكن هذا اول فيديو يمكن ديالي غيكون طويل. قلنا نريحو ندويو شويه على هاد الاحداث اللي كنا شفنا مؤخرا، منها الكان اللي داز والاحداث اللي كانت معاه، وندويو حتى شويه على الاحداث اللي سبقاتو. من بينها غندويو على البروباغندا ديال المسطين اللي حدانا، الجيران هادو، باش الامور تكون واضحه. وغنديو بحال مريحين حنايا في قهوه مع صحابنا، ما كاينش ديك لغه ثالثه ولا لغه منمقه، ولا نبداو نعزلو بلاطه. بحال بالك انت وصحابك في قهوه كتناقشوا صافي، كدوي معاهم على الموضوع الساعه وصافي. انا اللي جبدنا الفيلم من الاول كنشوفو حنايا، ملي تعطى المغرب تعطاه الكاف، عطاه الكان باش ينظمو، وما جاهلين ضربوا في البنية التحتية ديالنا. ما عندناش تيرانات، عندكم غير لي ماكيت، وعندكم غير دشي كلشي غير فوتوشوب. كيفاش تعطي الكاف للدولة عندها غير تيرانات حبر على ورق؟ وكنخص بالذكر بعض البلاطوات ديال دوك الحماق ديال دوك المسطين، ومنهم واحد صحفي اللي الهضره عليه مباشرة دابا هو داك عاقل ولا معرفتش عاقل، تخيلوا معايا هذا سميتو عاقل. ما علينا اسيدي. فاش جينا دوزنا جاو الفراقي عندنا هنا باش بدا الكام، نعرفوا بان الله حق. شافوا التيرانات وشافوا البنية التحتية وشافوا الوطيلات. دوكا الدول دايرين بحال، الا قدرنا نقربوا الصورة، دايرين بحال العيالات حدا مع جارتها. كيجي راجلها كتقول لي راه شو الاخرى راه خرجها، راه جاب لها ماكينة الصابون، جاب لها ثلاجة، جاب لها لابيسيل، جاب لها هادي وجاب لها هادي. فاش دخلوا عندنا حنايا المغرب، بعض الحكومات ولا بعض الدول خافوا يطيحوا في مقارنات، غيكتبوا الاسئله. بيناتهم هاد الجيران عندنا حنايا، لان الازمات ديالهم هما كيصدروا على برا، ومعروفين اي نظام فاشل كيصدر الازمه ديالو لبرا، كيوهم الشعب ديالو بانه راه عنده واحد العدو، واحد الفئه راه ما كتحملوش، وديما كتدمر ليه شنقولوا الحقد، وديما كتجري كتسعى باش تخربو، باش يوجهها لواحد الجهه وينسيها الواقع اللي عايشه فيه. وهادشي اللي واقع للجزائريه بالضبط، لدرجه انه فاش جاو لي زانفلونسور ديالهم عندنا المغرب، اللي كيصور كيقول شي كلمه زوينه على البلاد ولا كيصور شي بلاصه مزيانه، الاعلام ديالهم ردو خائن. خون الوطن، علاش تمدح المغرب؟ وهادشي كلشي باين سكريبت جاي لهادوك الصحافه جايهم من الفوق، باينه. يعني اي واحد عاقل ما يقدرش يهضر بحال ما هكا. ما يمكنش صحافي متمرس ولا قاري يمكن يدوي بهاد الاسلوب هذا ولا يدوي بهاد المنطق هذا الا كان ما جايه السكريبت من الفوق. ملي ما صوروا والو من هاد الجهه هادي، صدروا للعالم، صدروا القضيه ديال القجاع والكولاسه. المغرب عاطي الفلوس ولا شي حكام، وشاري الكاميرون، وشاري باناميرا، وشاري مجرة ضرب التبانة. المهم داك الحماق ديالهم، وهاد الشيء هذا يقدروا يصدروه حتى للفراقي. الدليل هو رد فعل ديال هذاك الخماهو ديال مصر، داك حسام حسن، ورد الفعل ديال سميتو ديال المدرب ديال السنغال فاش خرج من طنجة وجا الرباط. قالك النقل اللي جينا فيه ما عجبوش وما عجباتوش لا سيكوريتي. اسكو انا اللي هو اسكو لو سينيغال سي بلو سيكوريزي كو لو ماروك خويا؟ واش السينيغال سيكوريزي على المغرب؟
غير قول لي واش فاش استقبلوكم باش ديتو لكاس السينيغال، واش هذاك استقبال؟ هذاك استقبال؟ هذاك حسيتي براسك في الامان تماك، وبغيت تقارنو بلا سيكوريتي ماروكان؟ ما علينا. المهم بداو كيطبخوا الافلام، وفي الفينال شفنا الفضيحه كامله. اش داروا لينا؟ والورقات اللي جبدوهم من تحت الطوابل بداو كيلعبوا بيهم، والتليفونات وزيد وزيد، حتى خرجوا القرارات ديال العقوبه ديال الكاف اللي عاقبونا حتى حنايا. انا من جهتي انا شخصيا انا كنت حاسس براسي بانني ما متفائلش بالكاف، خير انه غادي يدير شي حاجه كبيره، والله العظيم بالله. كنت عارف بان عيسى حياته ورت، خلى خلف صالح ديالو في الكاف، كنت متاكد منها 100%. فوق من هادشي كلشي انا صراحه انا ما كنتيقش بالكاف في مصر، ما كنتيقش بهم، لان مصر ماشي من المصلحه ديالها ان المغرب يديفلوبا كرويا، يفوتها كونها كيف ما قال هويا داك حسام حسن، باش حاسين المصريين كاملين قالوا هويا حنا ام الدنيا، وحنا اول وحدين شقوا البحر، واول وحدين طلعوا للسماء، واول 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 واول. هذا الاحساس ديالهم هما. راه المصري خصك تفهم واحد المساله في النفسيه المصريه، المصري وفي مصر كيحس براسو بانه الراجل اجمل مخلوق في الدنيا. يعني كيقول لك انا المصر مشيت مثلا خرجت على برا، يعني نساء الدنيا كلهم كيتعلقوا بيا، يعني انا هو الفاني بزاف، انا هو الانسان المضحك والمحبوب، وعندهم الثقه في النفس زايده عندهم هما في الثقافه المصريه. خصنا نفهموا هذاك رد الفعل ديال حسام حسن علاش قالوا، عندهم هاد المساله هادي عندهم هما، ولكن ملي كيخرجوا على برا كيصطدموا بواقع كيخيب، فهمتي؟ انا المواندغ دو شوز ما كيلقاوهاش عندهم، جيست ميم لا كومونيكاسيون. راه كيمشي لاسبانيا وكيقول ليه انا عاوز اروح مربيه، كيسحب الصبريوني غادي يفهمو. فهمتوا؟ كيسحب لغته هو مفهومه في العالم كامل، وراه كيفهموها بعضياتهم. ما علينا. انا كنقول واحد الكلمه، هادشي كامل اللي وقع لينا ما هو الا نتاج ديال خدمه ناجحه ديال المغرب. هادشي اللي كاين، خدمه ناجحه. باش عرف راسنا حنا ناجحين كتر، هو ان رئيس الاتحاديه ديال اسبانيا استغل هاد الظرفيه هادي ديال المشكل اللي كان وقع في الفينال، وخرج بداك التصريح ديالو بان حنا اجدر باننا غادي ننظموا الفينال ديال لا كوب دو موند. يعني تخيلوا معايا كون ما كناش دوله قويه، ما اسبانيا كدوله عظمى مثلا ما غتستغلش مشكل بسيط وتجيب دوكا كارطه باش تورك عليك، يعني ما لقياش منين تشدك، لاقياك ناضي، طرقان عندك، تيرانات عندك، مطارات عندك، لوطيلات عندك، الطاقه البشريه عندك. سبريوني كيجي هنا ما كيفرقش ما بين مغربي مثلا كيهضر معاه في المغرب وما بين اسبانيا كيدوي اسبانيوني كيدوي معاه في طريفه، كيجي كيقول لي ابلا اسبانيول، كيقول لي سي ابلا اسبانيول تامبيان، هذا بروبليما كيدوي معاه. يعني كاع المؤهلات عندنا، وفاش الدول كتستغل بعض الهفوات كتعرف راسك المعلم بانك راك انت غادي في الطريق الصحيح. وحاجه اخرى، ونجدوا الثقه في الكوادر ديالنا في الاداره ديالنا، ونجدوا الثقه في القياده ديالنا. هادشي اللي كاين. شفنا شي حوايج كيدويو على فوزي القجاع بانه مثلا غير سمعت شحال كيقولوا بانه راه تريتور، بحال شي تريتور راه غير كينظم عندنا هنا. لا 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 لا، راه احسن منظومه رياضيه في افريقيا كامله هي اللي عندنا في المغرب، بالقياده الساميه ديال صاحب الجلاله، وبالاداره
ديال السيد فوزي القجع. حنا وصلنا لهادشي كامل، راه من 2022 وحنا فرحانين، كتريح كدير جلسة في القهوة كتقول رابحين. الفرقة اللي جات بسم الله، جات البرازيل بسم الله، جا الكوب دي موند ديال U20 الدراري الشوم راه سون كاليفي بجدارة واستحقاق، داو الكاس، جا كاس العرب ديناه. يعني نسموها لكل فرس كبوة، لكل فرس كبوة. هي كانت شوية الفقصة، كانت حنا في عمرنا غاديين في 42 سنة وبغينا نشوفو المنتخب ديالنا كيربح. صراحة الجيل ديالنا 84 ولا 80 بغا يشوف المنتخب كيدي كوب دافريك، بغيناها تمنيناها. ولكن ملي كتشوف المنتخب ديالك تقاتل حتى الاخر ثانية وما داهاش، ما كيبقاش فيك الحال، لانك تقول داروا لي فوق ديال الطوب ديالهم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نقولوا ما كاينش المشكل. هو اهم حاجه هو نستافدوا من الاخطاء ديالنا باش ما نعاودوش نطيحوا فيها ونكملوا الخدمه. لان الخدمه شي هاد لو نيفو اللي وصل ليه مثلا المغرب في البنيه التحتيه، وباقي كنأكد عليها، وفي هاد لو نيفو اللي واصل ليه مثلا ملي كتشوف بعض الدول كتعامل معاه بحال هكا، انا كنقول وصلنا. راه هذيك السيف زون راه خرجنا منها. راه فاش كنا حنايا مثلا في المنطقه الامنه، المغاربه مساكن، خرجوا من الربع، المغاربه مساكن. هاد الكلمه هي كتحس بها حتى كيطبطبوا عليك، ولكن انت هما راه حاسين بها ضعف من جهتك، انت كيحسوا بك ضعيف. ولكن فاش خرجنا من هذيك منطقه الامان، حنا خرجنا منها ولينا كنخلعوا. وحاجه اخرى، كاع اللي كيخرج من السيف زون راه كيحس بالضغط، راه كيحس بهذيك لا بريسيون. راه النجاح راه هو عنده ضغط كبير. اسول واحد كان خدام ب4000 درهم ولا ب3500 درهم، حتى واحد النهار هزو قالوا لي معلم تعالى اجي تولي خدام معنا انت في هذا البوست هذا ب25000 درهم. شو الضغط اللي غادي يحس بيه كيدير. النجاح حتى هو راه عنده تبعات، راه ماشي النجاح صافي كتحس راسك مرتاح. راه والله ما حسيتي بقلبك تهز ومشى وجا ودماغك دار عليك وما سهرتي الليل، ما تحس براسك راك غادي في الطريق الصحيح. اما هانية كيسالي مع الستة كيجي كينعس كيفيق غادي مع السبعة هانية، وكيمشي للقهوة وكيرجع، هذاك عندو الدنيا هانية ما عندوش المشكل. لا مونوتوني حوايج كيبقاو يتعاودو. اما فاش كتخرج من هذيك منطقة الراحة كتخرج منها، راه خرجتي لواحد الحرب وخصك تقد عليها. هادشي اللي وقع للمغرب، خرج من السيف زون، خرج من منطقة الراحة، وخصنا نتعودوا على النجاح، خصنا نتعودوا عليه. احنا بصراحة ما حسيناش بالنجاح ديالنا حتى جاو عندنا هادوك خياتي. وراه غادي تعاودوا تلعبوا مثلا كان غيتلعبوا في دول افريقيه وغادي يشوفوا الفرق. هذيك النهار ما عرفت مسؤول في انغولا قال لهم ما تقارنوناش بالمغرب، ما تقارنوناش، ما تحطوناش في مكان مقارنه بالمغرب. المغرب خدم بلادو بمسائل عالميه، خدم لي ستاد ديالو بمسائل عالميه. قال لهم حنا يلا خدامين بماتيريال لوكال، بغينا نديرو شي حاجه غير محليه، نقدروا نديرو دارت مع البنين ولا مع مالي باش نديرو كوب دافريك. اما باش نهزو حنا الفيلم بوحدنا وبهذيك لا كاليتي، قال لهم لا هذا راه مسؤول ماشي بكم انغولا، ماشي واحد بحالي وقيلا اول فيديو كيدير في يوتيوب. كونوا يد في يد ونخدموا، واللي في شي دومين يتقنوا، واللي في شي قطاع يتقنوا، وشوفوا ما غاديش نوصلوا. ونعاود نرجع لهادوك المسطين اللي كاينين بالجيران، هادوك غيبقاو يدويو. دوكا كاين لي لوبجيكتيف في الحياة ديالو انه ياميليوري حياته كاملة. هادوك الهدف ديالهم هما والهدف ديال العسكر ديالهم هما انهم يغيبوا الشعب فقط. ما كاينش تطور، يبقاو منعسين الشعب يبقى ناعس وموهمينهم بهذاك العدو الكلاسيكي اللي هو حنايا المغاربه، اللي هو المغرب اون جينيرال. والمغرب راه مبعد عليهم، هما راه مفهمينهم بان الفيزا داروها لنا حنا باش نمشيوش عندهم. هما راه العكس، الفيزا دارها لهم هما باش ما يجيوش يشوفوا الواقع، باش ما يقارنوش.
باش ما تكونش مقارنة. راه سبيد فاش كان مؤخرا تماك كان غادي ما عرفتش في قنبيطة ولا ما عرفتش شي زنقة عندهم تماك، قال لهم هذه فرنسا، راه هما صاحبوا فرنسا بالنقاء ولا بلا سيفيليزاسيون ولا لا، هو راه شاف لا كونستركسيون، شاف بني داير بحال فرنسا، داير بحال شي بني كاين في الشانزليزي، كيف ما بناتو فرنسا بقى بحال ما هكاك من لا كولونيزم فرونسيز، ما تبدلش، يا جوره صباغه ما زادوهاش عليه. يعني بنادم ماشي سون با دي جون كرياتيف هادوك والو. tout ce qui est algérien maintenant c'est héréditaire par la colonie française. حتى العقليه ما خداوهاش مع لي فرونسي، حيت لي فرونسي عقليتهم نقيه دي الفرنساويين، هما ما بغاو ما هم حمام ما هم غربان، جاو الوسط ما عرفتش ولاو، ما كتفهمش. وملي كدوي مع واحد، انا خدام في السياحه، ملي كندوي معاهم كيجيو الجزائريه عايشين في فرنسا مثلا، ياك كتقول ليه علاش بوركوا تي بريفيري لو ماروك كوم ديستيناسيون، علاش جيتي ليها؟ تقول لي سي بلو سيكوريزي بور ما فامي. قال ما نقدرش بناتي وهذا تما غاديين، قال لي هنا كنحس بالامان، هنا كنحس بالامان، قال لي لا فامي ديالي كنجي وكيجيو ديما، ماشي مشكله، ماشي كيجيو مره، كيجيو ديما ما مرة ما جوج ما ثلاثة ما ربعة خمسة، الأم والأب ولادها كلشي. أنا كنعرف فاميلا جزائرية عايشة في فرنسا مشاو للجزائر مرة واحدة، قالت لي مشينا للجزائر مرة واحدة في لي زاني 90، ما بقاتش رجعات. كتجي لمراكش وشارين واقيلا ابارتمون، واقيلا شارين حتى في مراكش، كيمشيو لها ديريكتومون، عايشين تقريبا هنا، كيجيو 4 5 خطرات في العام. علاش اختاروا هنا وما اختاروش بلادكم؟ علاش؟ واحد يفهمنا مثلا، يخرج ويقول لنا شي جواب، يقول لنا علاش هاد الناس هادو اختاروا المغرب كدولة يعيشوا فيها وما اختاروش الجزائر كدولة. والله العلي العظيم. وديروا مقارنة بسيطة، ديروها مقارنة بسيطة. شنقول لكم، ما عرفتش بزاف د الحوايج، بزاف مثلا غير في الصناعة، هنا الطوموبيلات كيتصايبوا، راه هنا قطع غيارات السيارات كيتصاوبوا، راه الدواء كيتصاوب هنا، بزاف حتى الله ما ندويو فيها صاحبي. اما غنسولكم من غيتقادر البترول والغاز اش غديروا؟ فين عندكم ما تمشيو؟ اش غديروا؟ مؤخرا دولة ديال البترول والغاز وعندها مشكل في ليسونس، كاين اضرابات عندكم تماك، الكاميوات واقفين. الدولة ديال البترول والغاز اما الشانطيات باقي ما كاينينش في البلاد كاملة. الله يستر وصافي. اللي غنقول لكم انا ما كنتش كناتاكيكم لاني ما كنحملكمش ولا كنكرهكم ولا نتوما منبودين، انا كنقول لكم غير سياستكم نتوما معنا حنا كيفاش دايره، ونحنا كشعب مغربي عايق بكم وفاهمكم مزيان، ولدرجه حنا محلينكم نفسيا، ماشي محلينكم مثلا غير الكلام اللي كتقولوا، هذوك البلاطوات ديال